اهلا بيكم متابعين القناه. يا ريت لو عجبتكم القصه تدوسوا اللايك وتسيبوا لنا كومنت واشتراك. كل يوم يبقى فيه قصه قصيره وكل اسبوع يبقى فيه قصه طويله. قصتنا النهارده عن القصه الحقيقيه للعبه سابواي. القصه المنتشره على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك انه كان في شخصيه اسمها جاك، وده طفل صغير فقير بيحب يعيش ما بين القطارات. هو اصلا بيعيش في ضاحيه صغيره. اللي حصل انه كان دايما بيحب يرسم على عربيات القطارات. لكن على حسب القصة إنه في يوم كان بيهرب من الحراس في المحطة، رجله اتزحلقت ومات على قضبان القطر. لكن هل دي هي القصة الحقيقية؟ الحقيقة إنه لعبة سابوي سيرفرز دي تعاون ما بين شركتين، شركة اس واي بي او جيمز وشركة كيلو جيمز، بواسطة مجموعة شباب اللي أسسوا لعبة سابوي سيرفرز. الرسم على القطارات أو جدران الحيطان ده نوع من أنواع الفن الشعبي الشبابي المنتشر في الدنمارك، وإن اللعبة بتحكي عن مجموعة شباب مغامرين بيحبوا الرسم والتشويق والجري واللعب، لكن ملاش أي علاقة بطفل اسمه جاك، ولا إن في حد مات بسبب القطارات فعلا. يا ريت لو عجبتك القصة تسيب لنا لايك واشتراك. شكرا.